2023 وتحديدا في مدينة طنطا محافظة الغربية، فرح بنت في الصف الثاني الثانوي 18 سنة، هادية ولطيفة والكل بيحبها، عايشة حياتها الطبيعية بين دروسها واصحابها. وفي المقابل كان في صديقتها المقربة آية هاني، العلاقة بينهم كانت قوية جدا، خروج مع بعض بقى وأسرار مشتركة وزيارات متكررة. لكن من تحت السطح الهادي ده كان في توتر ومشاكل بتتبني خطوة بخطوة من غير ما حد يحس. في اليوم المشؤوم فرح راحت لشقة آية، المكان كان هادي ومفيش أي مؤشر بإن اليوم ينتهي بكابوس. الجيران ما سمعوش خناق بصوت عالي في البداية، ولا حد حس إن في مصيبة بتتجهز جوه الشقة دي. زي ما قالت التحقيقات والأقوال إن كان في خلافات مستمرة ما بين البنات، والخلافات دي بتتنوع بين مشاكل شخصية وأسرار خاصة بيهم، ودايما بيبقى فيه لحظة غضب ودفاع عن النفس أو الانتقام. لكن اللي حصل جوه الشقة في اليوم ده اتعدى اي معادله بين الاصحاب. النقاش بين آية وفرح احتدم بسرعه الشر، الخلاف وصل لطريق مسدود، وهنا تحول الغضب للشر مطلق. آية مسكت سكينه من جوه المطبخ، وفي لحظه طيش او اصرار سددت لفرح طعن قتله. فرح وقعت على الارض غرقانه في دمها. وهنا اي بني ادم طبيعي لما بيشوف صاحبه بيموت بيجيله ذهول، بيكلم الاسعاف، بيصرخ او بيهرب. لكن آية ما عملتش كده، بدل ما تطلب المساعده فكرت في حاجه واحده بس: ازاي تداري الجريمه. جابت بنزين ورمت على جثه